السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة كلنا بنحبها جدا، بس هنعملها بقى النهارده بطريقة مميزة ونضيفة جدا. اللي ما بيحبهاش هيحبها. تمام، شايفين بقى المنظر والريحة؟ مش قادرة اقول لكم. بينا على المقادير، بس في البداية نحط لايك للفيديو، نصلي على رسول الله. ولو كنت على التيك توك تعملي اكسبلور للفيديو، ولو على اليوتيوب تعملي سبسكرايب للقناة، ولكم مني جزيل الشكر. هجيب حلة مية من الحنفية عادي، واحط معلقتين دقيق كبار وثلاث ليمونات، اعصرهم واحطهم بالقشر بتاعهم، واحط معلقتين ملح كبار. تمام، وادوب بقى كل المكونات دي في المية زي ما انتوا شايفين. واجيب بقى الكوارع بتاعتي كده بعد ايه ما شطفتها طبعا كتير تحت الحنفية، واحطها انقعها بقى ساعتين تلاتة على قد ما تقدري. شايفين بقى المحلول اللي انا نقعها فيه؟ خلت الكوارع بيضة زي الفل. هنجيب بقى ايه بعد ما شطفت الكوارع وصفتها، اجيب بقى مية مغلية وانزل بالكوارع بتاعتي كده في المية. في بيدلقوا بقى المية دي ويرجعوا يحطوا مية تاني، بس انا غاسلة الكوارع كويس قوي، فمش مستاهلة الخطوة دي. حطيت بصلاية بقى وورق لورا وحبهان، وحطيت ملح وفلفل، وحطيت معلقة سكر عشان تسرع السوا بتاع الكوارع. وحطيت بهارات بقى وكبابة صيني. تمام، حطي بقى كل البهارات اللي قلتلك عليها دي، وسيبي بقى الكوارع كده بعد ما تغلي وطي عليها خالص عشان بتاخد وقت في السوا. هتجيب بقى طاسة كده، واحمر فيها حتة تومة معلقة سمنة بلدي، وانزل ايه بالطماطم بتاعتي، واحط ملح وفلفل كفاية قوي، ومعلقة بابريكا عشان الطماطم يبقى لونها حلو. تمام، بعد ما الكوارع بتاعتي بقى استوت، شايفين المية بتاعتها رايقة ازاي ونضيفة بقى وملهاش اي ريحة تنفري منها. هجيب بقى شوية شوربة كده من الكوارع واحطها على الطماطم بتاعتي بعد ما اتسبكت. انا بوريكم هنا شايفين الكوارع نضيفة زي الفل ازاي، ريحتها فظيعة. هحط بقى الكوارع اللي انا عايزة احطها في الطماطم بالشكل ده كده. تمام، انا مقطعاها صغيرة. آه وسبتها بقى تغلي كده على النار تكمل سواها في الطماطم بتاعتها. تمام، شايفين بقى المنظر تحفة. كنت عاملة بقى شوية رز ابيض، طبعا الرز الابيض ايه مش محتاج ان انا اوريكم طريقته، انتوا طبعا مميزين في كل حاجة. احط بقى كده الصلصة بتاعتي ريحتها جميلة، والكوارع بتاعتي نظيفة وتحفة. يا رب الطريقة النهاردة تكون عجبتكم. اسيبكم في رعاية الله.